الخبيث ليكثر ذكر الموت ويستعد بالتوبة ورد المظالم والمريض آكد ويضجع المحتضر لجنب الأيمن إلى القبلة على الصحيح فإن تعذر فيه المكان ويقرأ عنده ياسين وليحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى فإذا مات غمد وشد الحياه بعصابة ولينت مفاصله وستر جميع بدنه بثوب خفيف ووضع على بدنه ويبادر بقتله لا تيقن موته وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية وأقل الغسل تعميم بدنه بعد إزالة النجس ولا تجب نية الغاسل في الأصح فيكفي غرقه أو قتل كافر قلت الصحيح المنصوص ويجلس الغازل على المغتسل مائلا إلى ولائه ويضع يمينه على كتفه وإبهامه في نغرة غفاه ويسند زهره إلى ركبته اليمنى ويمر يساره على بدن إمرانا بليغا ليخرج ما فيه ثم يرجع لغفاه ويغسل بيساره وعليها خرقة ساعتين ثم ينظرها وينزل مصابها ويمرها على أسنانه ويزيلها في ويوضئ كالحي ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر ونحوه ويسرحهما بمشد واسع الأسنان برفق ويرد المنتتف إليه ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يحرفه إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن من مائل الغفاء والظهر إلى القدم ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك فهذه غسلته يستحب ثانية وثالثة ويسمعان بأولى بسر أو خدمه ثم يصبها ولا من فرقها وتم بعد زوال سدر وحيلا في كل غسلة قليل كافور ولو خرج بعده نجس وجب إزالته فقط وقيل مع الغسل إن خرج من الفرج وقيل الوضوء ويغسل الرجل والمرأة ويغسل أمته وزوجته ويلفان خرقة ولا مس فإن لم يحضر إلا أجنبي وأجنبية ويقدمن على زوجا بلا صح وأولاهن ذات محرمية ثم الأجنبي ثم رجال القرابة كترتيب صلاتهم قلت إلا ابن العم ونحوه كالأجنبي والله أعلم ويقدم عليهم الزوج بلا صح ولا يقرأ المحرم ضيبا ولا يؤخذ شعره وذكره وتضيق المعتدة يا صاحب الجديد أنه لا يرى غير العلماء وذري وشعري في عادتي وجانبي والخلافات والله أعلم. فصل يكفن بماله لبس حيا وقريب ولا تنفذ وصية بالإسقاط وأفضل الرجل ثلاثة ويجوز رابع وخامس ولها خمسة ومن كفر منهما بثلاثة فهي لطائف وإن كفر في خمسة جيد قميص وإمامة تحتهن وإن كفر في خمسة فردار وغبار وقميص ولفافتان يسمى الأبيض ومحل أصل الطريقة وفي قول ثلاث لطائف وإزار وغمار ويسمى الأبيض ومحل أصل الطريقة فإن لم يكن فعلى من عليه بالصحيح والسيد وكالسوج بالأصح والصدق والنبائك والصلاة الثانية فوقها وكذلك ويضع على كل واحدة حنوط ويضع الميت فوقها مستلقيا وعليه حنوط وكافور ويشد علياه ويجعل على منافذ بدنه ويلام عليه لفائف وسلة بين ولا يلبس المحرم الذكر محيطا ولا يستر رأسه ولا وجه المحرمة وحمل الجنازة بين العمود أفضل من التربية ويعمل مؤخرتين رجلان
رجلان والتربيع أن يتقدم رجلان ويتأخر فصل لصلاة أركان أحدها النية ووقتها كغيرها وتكفي نية الفرض وقيل تشترط نية فرض كفاية ولا يجب تعيين الميت فإن عين وأخطأ بدرت وإن حضر موتى نواهم الثاني 4 تكبيرات فإن خمس لم تبدل في الأصح ولو خمس إمام الرابع قراءة الفاتحة بعد الأولى قلت تجزئ الفاتحة بعد غير الأولى والله أعلم. الخامس الصلاة على رسول الله. السادس الدعاء للميت بعد الثالثة. السابع القيام على المذهب إن قدر ويسن رفع يديه التكبيرات ويقول في الثالثة اللهم هذا عبدك وابن عبدك إلى آخره ويقدم عليه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا مع هذا الثاني اللهم اجعله فرضا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازين وأبلغ الصبر ويقول في الرابعة اللهم لا ترنا أجرا ولا تفتنا بعده. فخلف المقتدي بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمامه أخرى بدل السلام ويكبر البصر ويرجع وإن كان الإمام في غيرها. ولو كبر الإمام أغرى قبل شروعه في الفاتحة كبر معه وسقطت القراءة وإن كبرها وهو في الفاتحة تركها وتابعه في الصحيح. وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق باقي التكبيرات بأذكارها وفي قول لا تشترط الأذكار ويشترط شروط الصلاة للجماعة ولا يسقط بالنساء وهناك رجال بلا صح ويصلى على الغائب عن البلد ويجب تقديمها على الدفن وتصح بعد ولا صعود تصير قرن الجديد أن الولي أولى بإمامتها من الولي فيقدمه ثم الجد وإن على ثم الابن ثم الابن وإن سكر ثم الأخ والأخر تقديم العقل الأبوين على العقل الأبين ثم العقل الأبوين ثم الأبن في درجة فالأصن العدل أولى على النص ويقدم الحر البعيد على العبد الغريب ويقف عند رأس الرجل وعجزها وتجوز الصلاة على الجنائز وتحرم على الجنائز وتحرم على كافر ولو وجد عضو مسلم علم موته صلي عليه وصغت إن استهل وبكى ككبير وإلا فإن ظهر دمارة الحياة كاقتلاج صلي عليه في الأضحى وإن لم تدر ولم يبلغ بعد لا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه وهو من مات في قتال الكفار بسببه فإن مات بعد انقضائه أو في قتال البغاة فغير شهيد في الأظهر وكذا في القتال لا بسببه على المذهب ولو استشهد جنوبهم فالأصح أنه لا يغسل وأنه لا يجاز ويقتل في ثيابه والتغني بالدم فإن لم يكن ثوبه سابقة تمنع الرائحة والسبع ويندب أن يوسع ويعمق قدر قامة وبسطة واللحد أفضل من الشق إن سلبت الأرض ويوضع الرأس عند الرجل ويصلي وتلا أن تكون امرأة
مزوجة فأولاهم الزوج والله أعلم ويكونون وترا ويوضع في اللحد على يمينه للقبلة ويسند وجهه إلى جداره وظهره باللبنة ونحوها ويرفع القبر شبرا فقط والصحيح أن تصديحه أولى من تسليمه ولا يدفن اثنان في قبر لا لضرورة ويعز المسلم بالمسلم عظم الله أجرك وأحسن عزاءك وأحسن عساءك وغفر لميتك وبالكافر عظم الله أجرك وصبرك والكافر بالمسلم غفر الله لميتك وأحسن عساءك ويجوز البكاء عليه قبل الموت قلت هذه مسائل منصورة يبادر بقضاء دين الميت ووصيته ويكره تمني الموت لضر نزل به لا لفتنة الدين ويسن التداوي إليه ويجوز إكراه عليه ونحوه ويجوز لأهل الميت ونحوه تقبيل وجهه ولا بأس ولا ينظر الغاسل من بدنه إلا قدر الحاجة من غير العورة ومن تعذر غسله يمم ويغسل الجنوب والحائض الميت بلا كراهة وإذا مات غسلا واحدا فقط وليكن الغاسل أمينا فإن رأى خيرا ذكره أو غيره حرم ذكره إلا لمصلحة ولو تنازع أخوان أو زوجتان أغرع والكافر أحق بقريبه الكافر ويكره الكفر المعصر والموالاة به والرسول أولى من كثير وصبر ولا يحمل جنازة إلا الرجال وإن كان أنثى ويحرم حملها على هيئة مسرية وهيئة يخاف منها سقوطها ويندب للمرأة ما يصلها كتابوت ولا يكره الركوب في الرجوع منها ولا بأس بكراهة ولا يغترد المسلمون بكفار وجب غسل الجميع والصلاة فإن شاء صلى على الجميع بغسل المسلمين وهو الأفضل والمنصوص أو على واحد فواحد ناويا للصلاة عليه إن كان مسلما ويقول فلو مات بهدم والنحو وتعذر إخراجه وغسله لم يصل عليه ويشترط أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة ولا القبر على المذهب فيهما وتجوز الصلاة عليه في المسجد ومن صلى لا يعيد على الصحيح ولا تؤخر لسيادة مصلين وقاتل نفسه كغيره بالغسل والصلاة ولون والإمام صلاة غائب والمأموم صلاة عادل بثوب وإن كان رجلا وأن يقول بسم الله على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكره دفن في تابوت إلا في أرض ندية النور ويجوز دفن الليلة في مقبرة مصبرة هدم ويندب أن يرش القبر بماء ويوضع عليه حسن وعند رأسه حجر أو خشبة وجمع الأقارب في موضع وزيارة القبور بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة بأن دفن بلا غسل أو في أرض أو ثوب مغصوبين أو وقع فيما الأذن لغير ويسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعتين يسألون له التثبيت ولجيران أهله تهيئة طعام يشبعهم يومهم وليلتهم ويرحم عليهم كتاب
الزكاة باب زكاة الحيوان إنما تجب منه في النعم وهي الإبل والبقر والغنم والخيل والرقيق والمتولد من غنم وضباء ولا شيء في الإبل حتى تبلغ 5 ففيها شاة حتى و36 بنت لبون و36 بنت لبون و46 حقة و61 جذعة و76 بنت لبون و91 حقتان و121 بنت لبون ثم في كل 40 بنت لبون وكل 50 حقة بنت والشاة جذعة ذن لا سنة وقيل 6 أشهر أو ثنية معز لها 2 سنتان وقيل 1 سنة والأصح أنه مخير بينهما ولا يتعين وكذا بين الزكاة والمعيبة كمعدومة ولا يكلف كريمة لكن تمنع ابن لبون في الأصح ويأخذ الحق عن بنت المخاض لا لبون في الأصح ولو اتفق فرضان ك200 بعير فالمذهب لا يتعين 4 حقاق بل وإن وجدهما فالصحيح تعين الأقبض ولا يجزئ غيره إن دلس أو قصر الصاعي وإلا فيجزئ ولا سحور على التفاوت ويجوز إخراج الدرائم غير يتعين ومن لزمه بنت مغال فعدمها وعنده بنت لبون دفعها وأخذ 2 أو 20 درهما أو بنت لبون فعدمها دفع بنت مغال مع 2 أو 20 درهما حقة وأخذ 2 أو 20 درهما والخيار في 2 والدراهم لدافعها وفي السعود والنزول للمالك في الأصح إلا أن تكون إبره معيبة ولو سعود 2 وأخذ جبرانين والنزول 2 مع جبرانين عند الجمهور الجواز والله أعلم ولا تجزء 10 دراهم وتجزء 2 للجبرانين ولا البغل حتى تبلغ 30 وليأخذ المساجد وفي كل 30 منهم سنة مع ولا الغنم حتى تبلغ 40 فشاة جذعة ظن أو ثنية معز وفي 121 شاتان و201 رسول إن اتحد نوع الماشية أخذ الفرد منه فلو أخذ عن معس ففي قول يؤخذ من أو عكسه جاز بشرط رعاية القيمة وإن اختلف كظان ومعس ففي قول يؤخذ من الأكثر فإن استويا فالأغبد والأضر أنه يخرج ما شاء مقصدا عليه ما ولا تؤخذ مريضة ولا معيبة إلا من مثلها ولا ذكر منها إذا وجه كذا وتمحض ذكورا بالأصح وفي صغار صغيرة في الجنين ولا بشرط أن لا تتميز في المشرب والمسرح والمراح وموضع الحلل وكذا الفحل والراعي في الأصح لا نية الغلة في الأصح لا يتميز الناظر والجميل والدكان والحارس ومكان الرد ولوجوب الزكاة الماشية شرطان مطيع الحول في ملكه لكن ما نتج من نصاب يزكى بحوله ولا يتم المملوك بشراء أو غيره ولو زال
ملكه بالعول فعاده بادل بمثل استأنف وكونها صائمة فإن علفت مقدم العول فلا زكاة وإلا فلا صحيح لمن صامت بنفسها أو اعترفت الصائمة أو كانت عوامل في حرث والنضح والنعي فلا زكاة في الأصح وإذا وردت ماء أخذت زكاتها